كشفت شركة اوبو عن موبايل جديد اسمه اوبو رينو 12 اف. الموبايل ده بيجي بشاشة اوميليد 6.67 بوصة بتدعم ال 120 فريم. كمان الموبايل بيكون فيه معالج من ميديا تك 6300 ثماني النواة مع مساحة داخلية 256، والموبايل ظهره بيكون فيه 3 كاميرات. الكاميرا الأساسية بتكون 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري. هنتكلم عن مواصفات الموبايل ومميزاته وعيوبه وسعره في آخر الفيديو. يلا بينا على التفاصيل. أهلا بيكم، معاكم ميجو. في البداية كده تصميم الموبايل بيكون الظهر بتاعه والجناب من البلاستيك، اما الشاشة بتكون طبعا من الازاز. الوان موبايل اوبو رينو 12 اف بيكون لونين، البرتقاني والاخضر. في كمان في ظهر الموبايل كده عند الكاميرات عاملين شريط ليد. الليد ده بيعرض فيه النوتيفيكيشن اللي بتجيلك والاشعارات بتاعه الموبايل. وزن الموبايل ده بيكون 187 جرام وسمكه بيكون 7.8 مللي. الموبايل بيدعم شريحتين من النوع ال4 جي وال5 جي. كمان الشاشه بتاعته بتكون من نوع اومليت، بتكون بمساحه 6.67 بوصة، والدقة بتاعتها 2400 في 1080 بكسل بكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة واحدة. شاشة الموبايل من قدام بتستحوذ على حوالي 87% من مساحة الموبايل. الشاشة دي بتدعم 120 هرتز، وكمان بيوصل السطوع بتاعها ل 2100 نتس. كمان الموبايل بيكون عليه طبقة حماية من AGC DT Star 2 لحماية الموبايل ضد الخطوش والكسر. كمان الموبايل بيجي بنظام تشغيل الاندرويد 14، وواجهة الموبايل بتكون كولر OS 14 اللي بتدعم خاصية ال AI. معالج الموبايل ده بيكون من ميديا تك 6300، بيكون ثماني نواة وبيكون بتردد 2.4 جيجا هرتز، وتكنولوجيا تصنيع 6 نانو متر. مساحة الموبايل من جوه بتكون 256، والرامات بتاعته 12 جيجا. والموبايل ده بيدعم ان انت تركب له كارت ميموري عشان تزود مساحة الداخلية بتاعت الموبايل. الموبايل ده بيدعم بصمة الصباع اللي بتكون موجودة تحت شاشة الموبايل، وكمان بيدعم التعرف على الوجه الفيس اي دي اللي بيكون جنب الكاميرا من فوق. نيجي بقى ورا للثلاث كاميرات. الكاميرا الاساسيه بتكون 50 ميجا بكسل بتدعم مثبت بصري وتركيز تلقائي. الكاميرا الثانيه بتكون 8 ميجا بكسل عشان تصور بزاويه واسعه 112 درجه. اما بقى الكاميرا الثالثه بتكون 2 ميجا بكسل، ودي بتكون كاميرا مايكرو عشان تصور الحاجات الصغيره. تصوير الفيديو بتقدر تصور فيديو 1080 ويوصل ل 30 و60 فريم في الثانيه. اما بقى الكاميرا الاماميه بتكون 32 ميجا بكسل وتقدر تصور بيها فيديو 1080 ب 30 فريم في الثانيه. الموبايل ده بطاريته بتكون 5000 ملي امبير، وبيدعم الشحن السريع بيوصل ل 45 واط. كمان الموبايل سماعته السبيكر او السماعه الخارجيه بتكون ستيريو عشان تديك اداء افضل في الصوت مع الاغاني والمسلسلات وتعيش تجربة ممتازة. العلبة بتاعت الموبايل بقى بيكون فيها الموبايل والكفر وراس الشحن ال 45 واط والكابل. نروح بقى لمميزات وعيوب الموبايل، ونبتدي بالعيوب. الكاميرا التانية اللي هي زاويتها واسعة بيكون أدائها متوسط، مش أحسن حاجة. العلبة ما فيهاش سماعة للودان، شالوا منفذ الشحن ال3.5 اللي هو بتاع السماعة. مش هتعرف تركب شريحتين وكارت ميموري مع بعض. ممكن كانوا يضيفوا معالج أقوى لو أنت بتحب الجيمز للموبايل، فالمعالج ده مش هيبقى احسن حاجه ليه. مميزات بقى الموبايل، التصميم بتاعه بصراحه انيق جدا كده، وجوده تصنيعه عاليه، حاجه تحترم يعني بصراحه. شاشه اوميليد 6.67 بوصه بمعدل 120 هرتز. المعالج بتاعه مناسب للحياه اليوميه. مساحته 256 و12 جيجا رام. عندك كمان بصمه تحت الشاشه سريعه واستجابتها حلوه وقت ما تحتاجها. عندك سكرين بروتكتور لشاشة الموبايل. كمان الموبايل مقاوم لنقط المية، يعني تقدر تستخدمه تحت المطر. البطارية بتاعته 5000 ملي أمبير، فدي طبعا كبيرة مع شاحن 45 واط. الكاميرا الخلفية الرئيسية والكاميرا الأمامية بيدوك تجربة مرضية جدا. طبعا في ميزة إن أنت تركب له كارت ميموري، دي هيزود لك من المساحة الداخلية بتاعة الموبايل. دي حاجات ما بقناش نشوفها في الموبايلات الجديدة. السماعات الاستيريو الخارجية اللي بتقدم لك أداء ممتاز جدا. نروح بقى لسعر الموبايل. في مصر يعني 20,000 جنيه، في السعودية 1600 ريال، وفي الإمارات 1500 درهم. وهحط لكم جدول في كل الأسعار دي، تاخدوا سكرين شوت. ما تنساش يا صديقي تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب الجمال بتوعك. سلام.